خسارة بيراميدز أمام سموحة في الوقت القاتل منحت الأهلي فرصة جديدة لتصحيح أوضاعه في الدوري بعد التعثر أمام البنك الأهلي، مع صدمة داخل بيراميدز واتجاه لتوقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد فشلهم في استغلال تعثر الأهلي وزيادة الفارق إلى 4 نقاط. الزمالك استغل تعثر الأهلي وبيراميدز وصعد لوصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5 أهداف. عدي الدباغ يختف صدارة هداف الدوري بعدما سجل هدفه السابع بثنائية في مرمى كهرباء الإسماعيلية، متفوقا على تريزيجيه وصد. رابطة الأندية تؤكد إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في موعدها بشكل طبيعي بعد تحديد الكاف يوم 15 فبراير موعد مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي. ياستور بيقرر تخصيص تدريبات خاصة للاعبين لتحسين التمركز والرقابة في الكرات الثابتة بعد أن أصبحت أبرز نقاط ضعف الفريق. محاضرة فنية قوية تنتظر لاعبي الأهلي بسبب الأخطاء الدفاعية أمام البنك الأهلي، مع انتقادات مرتقبة لأحمد عيد وأشرف بن شرقي بسبب سوء التمركز في الكرات الثابتة. محاولات من وليد صلاح الدين لإقناع المدير الفني بإشراك يوسف بن عمري في المباريات المقبلة بسبب تراجع الإضافة الهجومية لأحمد نبيل كوكا وغضب الجماهير منه. الأهلي يفقد خدمات زيزو أمام شبيبة القبائل والإسماعيلي والجيش الملكي والجونة وسموحة وزد بعد إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وسط صدمة للجهاز الفني لعدم وجود بديل جاهز. الأهلي يبرئ طبيب الفريق من إصابة زيزو، ويؤكد أن اللاعب كان جاهزاً طبياً وأن الإصابة في العضلة الخلفية وليست السمانة. فحص طبي جديد لياسر إبراهيم لتحديد موقفه من السفر إلى الجزائر. برنامج تأهيلي خاص لتريزيجيه بسبب الإجهاد وخوفاً من تعرضه للإصابة نتيجة ضغط المباريات. نتائج الأهلي الأخيرة تمنح جماهير شبيبة القبائل أملاً في الفوز بالمواجهة القادمة وإنعاش فرص التأهل رغم تراجع نتائج الفريق الجزائري. الإعلام التونسي ينتقد محمد علي بن رمضان ويؤكد أن مستواه الحالي لن يساعده على الاستمرار مع الأهلي. الأهلي يوقف مفاوضاته مؤقتاً مع المهاجم السيراليوني سامويل غاندي بسبب مطالبه المالية المرتفعة واتجاه للتعاقد مع مهاجم كاميروني بدلاً منه. إبراهيم الأسيوطي ظهير الأهلي الشاب يتألق مع فريق الشباب ويسجل هدفاً مميزاً في الفوز على الجونة. محللو الأداء بالأهلي يطالبون بالصبر على المهاجم الجديد كامويش وعدم الحكم عليه بعد مشاركته الأولى القصيرة. كامويش يعبر عن حزنه لعدم التسجيل مع الأهلي ويؤكد عبر إنستغرام أن القادم سيكون أفضل. المقاولون العرب يتعاقد مع يوسف سيد عبد الحفيظ على سبيل الإعارة بعد طلب اللاعب الرحيل لقلة مشاركاته. محمد رأفت مهاجم الأهلي الشاب يتعجب من بحث النادي عن مهاجم أجنبي تحت السن رغم وجود أزمة في مركزه وعدم حصوله على فرصة. الصحافة الإنجليزية تؤكد اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل بعد رحيل كريم بنزيما. نادي نيس الفرنسي يؤكد أن غياب عبد المنعم مؤخراً بسبب عدم الجاهزية البدنية بعد فترة غياب طويلة. جياني إنفانتينو يشيد بتطور المنتخب المغربي ويراه من أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم القادمة. أحمد عبد القادر يودع الأهلي وجماهيره بعد 5 سنوات ويشكر الجميع على الدعم خلال مسيرته. مصادر بالزمالك تؤكد أن النادي اضطر لبيع نبيل عماد دونجا للنجم السعودي بسبب أزمة المستحقات وخوف اللاعبين من فسخ العقود. عادل طعيمة يؤكد أن تراجع مستوى لاعبي الأهلي طبيعي بعد بطولة إفريقيا بسبب الإجهاد، مطالبا اللاعبين بالالتزام بالراحة والنوم الكافي والاحترافية خارج الملعب. طعيمة يؤكد أن أخطاء التشكيل واردة في كرة القدم ويطالب الجماهير بالابتعاد عن الهجوم على الجهاز الفني، وينتقد أحمد عيد مطالبا اللاعب بالتركيز وتطوير مستواه.
طعيم يهاجم التحكيم في مباراة الأهلي والبنك الأهلي، ويتساءل عن عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمروان عثمان، مؤكدا وجود ميول من حكم الفار خلال اللقاء.